الأم المجرمة اللي اتجردت من كل مشاعر الأمومة. جريمة هزت دمياط مش بس عشان بشاعتها، لا دي كمان عشان عكس الفطرة السليمة اللي ربنا خلقنا عليها. أم اتحولت لوحش كاسر وقتلت ولادها التلاتة بدم بارد بمنتهى الجحود والأنانية، ومن غير دمعة واحدة خلصت على ولادها التلاتة. الجريمة اللي خلت المدينة كلها في حالة حداد وخلت حتى الأطفال في حالة رعب على حسب كلام أهاليهم. جريمة دمياط هي الجريمة اللي هنتكلم عليها النهاردة. جريمة حصلت سنة 2015، وآسف لو تفاصيل الجريمة فيها بشاعة وجحود، لكن واحدة من الأسباب اللي بتخلينا نحكي الجرائم دي إننا ناخد بالنا من أهالينا ومن الناس اللي بنحبهم، وكمان ندعي الأهالي المنكوبين بالصبر وللضحايا بالرحمة. قرية شرباص قرية صغيرة في دمياط هي اللي جت منها قصتنا النهاردة. شرباص قرية تابعة لمركز شرباص، زي ما قلنا قرية صغيرة وناسها عارفين بعض، ده غير ان مشاكلهم وخلافاتهم قليلة وكلها حاجات بسيطة مش كبيرة. عشان كده لما جه بلاغ لرجال المباحث بوفاة 3 أطفال أكبرهم عنده 5 سنين، الدنيا اتقلبت. بلد هادية وناسها طيبين وفي حالهم، ايه اللي ممكن يتسبب في موت 3 أطفال مرة واحدة؟ طبعا البلاغ ده جه لأن الموتة غريبة، ما هماش مرضى ولا في مشاكل مع حد، ولا حتى الأولاد قاموا من سرايرهم. عشان كده الدكتور المنتدب من الصحة قال إنها في الغالب حالة تسمم، لكن برضه كان لازم يبلغ النيابة لأن فيها شبهة جنائية. ولما الضباط وصلوا وبدأوا التحقيقات، الأب والأم والجد والجدة، العيلة كلها سواء عيلة الأب أو عيلة الأم، محدش فاهم فيه إيه ولا ليه اتسمموا. والجدة كانت في حالة انهيار شديد، وكانت بتقول ان الاولاد اكلوا عندها اخر وجبه، والوجبه دي تحديدا اكل منها كل العيله. علامات تعجب كتير واسئله بتدور في عقل رجال المباحث، بس اللي كانوا متاكدين منه ان الموضوع مش طبيعي وانه في حاجه غلط. عشان كده سألوا الكل عن اللي حصل، والكل روايتهم اتفقت. الأولاد كانوا عند جدتهم اليوم السابق لوفاتهم، واللي كان يوم الجمعة، وفضلوا عند جدتهم لحد ما ناموا واحد ورا التاني، وكل اللي ينام منهم تنزل الأم تاخده وتنيمه في سريره، وطلعت بعدها الأم بيتها. وبعد ما أخدت آخر واحد في أولادها نيمته، وجوزها وصل على طول وقعد معاها وقت قليل قدام التلفزيون، وبعدين نام في مكانه قدام التلفزيون. ودخلت هي نامت جنب عيال، لكن الصبح صحيت ونزلت لحماتها وقالت لها انها بتصحي العيال ومش راضيين يصحوا ومش عارفه في ايه. طلعت معاها حماتها وهي مخضوضه، ولقت العيال لونهم ازرق وجلدهم بارد وفي رغاوي كتير خارجه من بقهم. فطلعت الحما تصرخ وتنادي ابنها تامر ابو الاولاد، وقالت له الحق يا تامر اولادك راحوا. الراجل صحي من النوم مخضوض ومش فاهم فيه ايه، وقال لها وهو مش مجمع راحوا فين، مش متخيل ان ولاده ماتوا ومش فاهم الكلام. ردت وقالت له انهم ماتوا، وعلى طول الاب انهار، وفضلت الأم والحما يصوتوا، واتلم البيت كله وبلغوا الصحة اللي بعتت الدكتور. البيت كله أجمع على نفس الكلام، وكلهم قالوا إنهم حاسين إن العيال اتسمموا. ورغم إنه كان واضح إن العيلة كلها مش فاهمة فيه إيه، لكن المباحث كانت برضو متأكدة إن لأ مش ده اللي حصل. بس طبعا ما كانش قدامهم غير إن هم يستنوا تقرير الطب الشرعي بعد ما الأولاد اتنقلوا للمشرحة. وطبعا لأن البلد كلها كانت واقفة على رجل من الحزن على الأولاد دي، فالطب الشرعي اشتغل على طول بسرعة في الجثث التلاتة. وجه تقرير الطب الشرعي اللي قال مفاجأة كبيرة، قال ان الاولاد مش مسمومين ولا حاجة، وان العيال دول ماتوا مخنوقين، وان في حد ضغط بقوة على مجرى النفس لحد ما اتخنقوا، وده كان واضح من الزرقان اللي في وشهم. وكده اتحول الموضوع لجريمة قتل واضحة. بس السؤال بقى، مين اللي ممكن يعمل كده في 3 اطفال؟ اتسلم الاطفال التلاتة لابوهم واتدفنوا، والجنازة والدفنة حضرتها البلد كلها. وأم الأولاد سلوى كانت منهارة جدا في الجنازة وعمالة تصرخ، وكانت بتقول لتامر جوزها أنت السبب في اللي حصل. وما كانش حد فاهم هي ليه بتقوله كده لحد العزا بالليل لما اتجمع أهل البلد في بيت تامر. حكت سلوى وهي بتعيط وقالت للستات اللي كانوا جايين لها إنها من كام يوم شافت قطة سودا قدام البيت، وخافت سلوى منها جدا وقالت لتامر يوديها بعيد عن البيت. ولكن تامر ما سمعش كلامها واخدها ورماها في الترعة. وكل يوم بتحلم بالقطة دي، وكل يوم بتقول لها في الحلم انها هتقتل عيالها زي ما قتلوها. والناس بقت مستغربة وبدأوا يصدقوا قصة سلوى الغريبة دي، لان الحكايات دي كانت منتشرة في الريف. لكن البوليس اللي كان ليه عين في كل حتة عشان مستني غلطة من الجاني، ما عدتش عليه حكاية زي دي.
وعلى طول بدأ يفتش ورا سلوى. التحريات قالت إن سلوى بنت ناس من أهل البلد، والناس دي كويسين جدا ومحترمين وسمعتهم كويسة جدا. سلوى نفسها سمعتها كويسة جدا وبنت جامعية رغم ان ده مش شائع في البلد، لكن سلوى كان عندها رغبة تكمل تعليمها واهلها كانوا موافقينها، عشان كده دخلت كلية الخدمة الاجتماعية. وبعد ما اتخرجت طبعا بدأ يجيلها عرسان، لكن اهل سلوى رحبوا جدا بتامر، وده عشان كان في مصالح مشتركة بين العيلتين في الاراضي الزراعية، فقرروا يجوزوا ولادهم لبعض عشان التقسيمة بتاعة الأرض. سلوى كانت رافضة الجوازة وكانت شايفة إنها ليه تتجوز واحد معاه دبلوم وهي جامعية، وحاولت كتير تعرض الجوازة لكن أهلها صمموا، وفي النهاية تمت الجواز. وفي الأول حاول تامر يراضي مراته ويبعدها عن جو القرية اللي هي ما كانتش حباه ولا كانت عايزة تعيش فيه، وأخد لها شقة في دمياط الجديدة وعاشوا فيها لفترة، لكن العيشة ضاقت عليهم والإيجار كان غالي، وكمان خلفوا ابنهم الأولاني مهند، فخلاص المصاريف زادت وما كانوش عارفين يمشوا الدنيا. وعشان كده تامر قرر انه يرجع من تاني شقته اللي في بيت العيلة ويعيش فيها، خصوصا انه بالعشرة مع مراته اكتشف انه كده كده مفيش حاجة بترضيها، وعلى طول معترضة ومفيش حاجة عجباها، وطول الوقت معترضة على كل حاجة وبتتخانق. ورغم ان ده ضد رغبة سلوى الا ان تامر رجع بيته في البلد وسكن من تاني في شقته اللي في بيت اهله واشتغل في ارضه، والكل كان شايف ان ده عين العقل. ليه يبقى عندهم شقتهم ويسكنوا في شقة ايجار؟ ايه يعني الحكمة من كده؟ وليه يبقى ليه ارض ويشتغل عند الغريب؟ طبعا العيشة بين سلوى وبين تامر كان كلها خناق ومشاكل. تامر كويس ومكفي بيته من كله وبيحب مراته وابنه واهله ناس كويسين، وكمان اهل سلوى شايفين ان الجوازة كويسة وان بنتهم هي اللي بتتبطل. وكملت سلوى في الحياة دي وخلفت تاني، بس المرة دي حملت في توأم نور ونادين، والبيت كله كان بيحب مهند ونور ونادين، والاولاد كمان كانوا مرتبطين بجدتهم جدا وكانوا بيقضوا تقريبا طول اليوم عند جدتهم تحت. بدأت السنين تعدي ومرت سنة واتنين وتلاتة، والحياة بين سلوى وجوزها خلال الفترة دي كانت من سيء لأسوأ، وما كانش فيه أي حاجة بترضي سلوى، ده غير إنها كانت طول الوقت بتعاير تامر إن مؤهلها أعلى منه. سلوى كانت شايفة إنها تستحق جوازة أعلى وأحسن من دي. واضح إن فكرتها عموما عن الجواز وعن المسؤولية ما كانتش مظبوطة، كانت عاوزة تحب وتتحب وتسمع كلام حلو وتعيش مع واحد في المدينة ويكون مؤهل عالي، ونسيت كل المزايا اللي ربنا اداها لها زي أولادها التلاتة وجوزها اللي كان كريمها. طلبت سلوى مرة واتنين انها تنفصل عن تامر، لكن اهلها كانوا بيقولوا لها ان مفيش عندنا طلاق. حاولت كمان تتكلم مع تامر، لكن تامر كان رافض وقال لها ان العيال هتتبهدل بيني وبيني، ويمكن ده كان تفكير غلط وما ينفعش ان حد يجبر على عيشة مش حاببها. لكن برضه رد فعل سلوى كان اعنف من اللي اي حد يتخيله. طبعا البوليس لما عرف المعلومات دي جابوا سجل مكالمات سلوى من شركة الاتصالات، ولقوا ان في رقم معين بتكلمه كتير، والرقم ده يبقى رقم شاب. وعلى طول تم القبض على سلوى وفتشوا بيتها، وهناك لقوها مخبية ورا الدولاب مبلغ 25,000 جنيه كانت محوشاهم من ورا جوزها. وبدأ التحقيق الرسمي مع سلوى اللي طبعا انكرت في الاول كل الكلام ده، لكن مع شوية ضغط ومواجهة ليها انهارت واعترفت بكل حاجة. الخناق بينها وبين تامر زاد قوي، وقررت سلوى انها تجيب تليفون وتفتح منه نت، وحوشت فعلا من ورا جوزها وجابت تليفون وخط جديد وبقت تشحنه وتفتح منه نت لما بتكون مخنوقة. ومن خلال قعدتها على النت اتعرفت على شاب. واضح ان سلوى كانت ساذجة جدا، عشان كده الشاب ده قدر يلعب بيها، ولما عرف انها متجوزة قال انها صيدة سهلة. وبدأت سلوى تتكلم معاه وهي مصدقة فعلا انه بيحبها، ويوم ورا التاني بدأ كلامهم مع بعض يزيد بشكل كبير، لدرجة انه طلب انه يقابلها ويقعد معاها بالرغم انه في القاهرة وهي من دمياط. ومعرضش كمان ان هو اللي يروح لها، لا ده طلب منها ان هي اللي تجيله. يعني كان واضح جدا انه بيستغلها وبيستغل انها ست متجوزة وبتخون جوزها، لكن هي ولا فهمت ده. دي كمان بدأت تخطط وتشوف هتقابله ازاي، ولان ليها عم في القاهرة بدأت ترسم خطتها على الاساس ده. قالت لجوزها ان عمها وحشها جدا وان نفسها تروح تزوره، لكن جوزها قال لها انه مش فاضي الفترة دي ومش هينفع يروح، فطلبت منه انها تاخد العيال وتسافر لوحدها، لكن طبعا تامر رفض. وجريت سلوى قالت للشاب اللي بتكلمه انها مش هينفع تيجي، فهو قال لها انهم مش هينفع يتكلموا تاني، وقال لها ان ممكن حد من اهله يشوف الشات اللي ما بينهم وان ده ممكن يعمل له مشكله. وفعلا بعد عنها يومين ثلاثه، والله اعلم هو عمل كده عشان فعلا فاق لنفسه ولا كان بيضغط عليها، خصوصا انه شايفها بتلف وراه. وطبعا سلوى ما تحملتش غيابه وكلمته تاني وقالت له انها بتحبه وانهم مش هينفع يبعدوا، ولكن جوزها رافض يطلقها. فرد عليها الشاب وقال لها انه مش هينفع يتجوزها بعيالها.
وقال لها تشوف لها صرفة في جوزها وعيالها وهم يتجوزوا. وفعلا رجعت سلوى لتامر تاني وطلبت منه الطلاق بعد خناقة طويلة، لكن تامر كرر كلامه عليها تاني وقال لها انه مش هينفع يطلقها ويشرد العيال. وهنا ردت سلوى عليه اغرب رد، قالت له خلاص انا هخلصك من العيال دي. في الوقت ده تامر افتكر انها تقصد انها هتسيب له العيال وتتطلق، لكن هي كانت تقصد المعنى الحرفي للكلمة. هي فعلا بدأت تشوف ان اولادها هم العقبة الوحيدة اللي مخلينها مش قادرة تتطلق من تامر وتتجوز اللي بتحبه. فبدأ شيطانها يوسوس لها انها فعلا تتخلص منه، لكن ما كانش عندها خطة لسه. شالت سلوى المبلغ اللي الشرطة لقيته عندها ده ومبلغ تاني عند اختها عشان لما تهرب لحبيبها، وما كانش فاضل بالنسبة لها غير انها تخلص من العيال. يوم الجمعة اللي حصلت فيه الجريمة صحيت سلوى زي كل يوم وبدأت شغل بيتها، والعيال صحيوا ونزلوا لحماتها زي العادة، وهي عمالة تفكر انها خلاص جابت اخرها ولازم تلاقي حل. وفضلت طول اليوم تفكر ومش عارفة تعمل ايه لحد ما جه الليل. ندهت عليها حماتها عشان تنزل تاخد بناتها، ونزلت لقت واحدة من البنات نامت على الكنبة، وشالتها وطلعت بيها فوق في البيت وحطتها على الارض، وراحت جابت بامبر، وبعد كده غيرت لبنتها فالبنت صحيت. راحت شايلاها وحطتها على رجلها وفضلت تهز فيها. بنت صغيرة 3 سنين وفي حضن مامتها فنامت على طول، وكان في تيشيرت بتاع ابنها واقع جنبها فرميته على وش البنت عشان تشوف هتفوق ولا لا. ففعلا البنت اتحركت ففضلت تهز فيها تاني لحد ما نامت. ولما راحت البنت في النوم اكتر فحطت التيشيرت على وشها تاني، فالبنت ما اتحركتش. راحت سلوى كتفت ايد البنت بطرحتها، وبعدين مسكت ايدها كويس وهي متكتفة وحطت التيشيرت على بق ومناخير البنت، وبدأت تضغط بدراعها كله على وش بنتها. فضلت البنت تفلفص وتحاول تفلت، لكن سلوى ما تهزتش ولا حتى قلبها اتحرك لضناها. 10 دقايق كاملين ثابتة على الوضع ده لحد ما اتأكدت ان البنت خلاص ماتت. شالت التيشيرت ومسحت الرغاوي من على بق البنت وشالتها حطتها على السرير. مفيش ربع ساعة راحت حماتها ندهت عليها عشان البنت التانية نامت، والمرة دي اديتها لها على السلم. فطلعت سلوى وقررت نفس اللي عملته مع البنت الأولى بالظبط، نفس السيناريو ولا كأن دول ولادها. كده ما كانش فاضل إلا مهند الكبير اللي عنده 5 سنين، ونزلت سلوى عشان تاخده من عند حماتها، لكن الولد كان صاحي ومرضيش يطلع معاها وقال لها إنه هينام عند جدته. لكن سلوى صممت تطلعه، وجدته قالت لها سيبيه ولما ينام يبقى تعالي خديه. ودخلت فعلا جدته الأوضة عشان يجي وراها وتنيمه، وبرضه ما كانش راضي يدخل. فسلوى قالت له إنه لو ما نامش هتاخده تطلعه فوق. فدخل الولد ورا جدته وفعلا نيمته. أخدته سلوى وطلعت بيه على شقتها وحطته على سريره على طول، ولما اتأكدت إنه راح في النوم حطت البطانية على راسه وداست بإيدها عليه بنفس الطريقة. الولد فضل يعافر بشكل أكبر وبيحاول يشيل إيدها، لكن برضه هي ولا اتحركت ولا ساب عليها. ربع ساعة كاملة لحد ما اتأكدت إنه مات. بعدها سمعت مفاتيح جوزها في الباب، فطلعت الأوضة اللي بره وفتحت التلفزيون وقعدت معاه شوية، وبعدين دخلت تنام جنب ولادها. بصت عليهم لقيتهم وكأنهم نايمين، ووقتها وحسب روايتها حست بالندم ونامت وهي على أمل إنهم يكون مغمى عليهم ويصحوا الصبح. لكن صحيت الصبح بدري بصت عليهم لقيتهم مزرقين وبقهم مطلع رغاوي، وزي ما حكت العيلة كلها نزلت تستنجد بحماتها وكأنها ما عملتش حاجة. طبعا اعتراف سلوى مع التليفون اللي لقيته المباحث وشنطة الفلوس اللي عند أختها واللي كان عليه الشات اللي بينها وبين الشاب اللي كانت بتكلمه كلها كانت دلائل ضدها، وأخدوها وراحت مثلت الحادثة في البيت. وفي تصوير تمثيل الحادثة ما نزلتش دمعة واحدة، والأهالي كانوا متجمعين تحت البيت كانوا عايزين ياكلوها لولا البوليس كان موجود. اتحولت سلوى للنيابة ومنها للمحكمة، وجوزها وأهله قالوا إنهم مش هيسامحوها ومش هيرضوا غير بحكم الإعدام. والشاب اللي كانت بتكلمه كان بره الموضوع طبعا، لأنه ما طلبش منها إنها تقتلهم ولا هي قالت له أصلا إنها هتعمل كده. وفي سنة 2019 وبعدها ب4 سنين اتحولت أوراقها للمفتي واتحكم عليها فعلا بالإعدام. ربنا يرحم الأطفال الصغيرين ويصبر قلب أبوهم وأهلهم يا رب. دعواتكم ليهم ولكل اللي عانوا من الفقد في كل مكان، وأشوفكم الحلقة الجاية.